شاهد في هذا الفيديو أقوى رد من الإعلام الجزائري والتونسي بعد افتتاح ملعب مولاي عبد الله من أحسن الملاعب في إفريقيا وفي العالم. المغرب الشقيق ونمروا لبطاقة حمراء أخرى أعتقد أنه لازم نوجهها لنا جميعا، كل المنظومة الكروية، الاتحادية، الرابطة. يا أخي خلاص بسطة. لما شفنا الصور اللي ما عندوش ملعب، يعني يجب النهوض بكرة القدم الجزائرية. الصور التي شاهدناها، أعطينا صور نشاهدوها تجعل الرجل أو المواطن المغربي يفتخر، والله كأنك في أوروبا، كأنك في سانسيرو، ولا كأنك تشاهد مباريات في أنجلترا ولا في إسبانيا. صور جميلة، ملعب جميل، بيروح للملعب على الأقل تمتع بالأجواء داخل المدرجات. في هذا الملعب المغربي ملاعب يعني صراحة كي تشوف صور مثل هذه، هل ما نغيروش على روحنا ونقولوا لماذا المغرب يتقدم والجزائر ترجع للوراء؟ كفانا يعني بين قوسين، سمحوا لي العباره، نطلعوا في فرق ما عندها لا ملعب. يعني وقالها واحد الوقت، احنا قلناها في البلاطو والناس زعفت. شوف الصور هذه، صور مثل هذه تجعل اي مغربي يفتخر. الناس كانت تتكلم على هذه الصور الجميله اللي شاهدناها. اللاعبين الجزائريين المساكين يقول لك والله غير نحبوا نلعبوا في مثل هذه الاجواء. ما نلعبش انا في ملعب ما فيه لا اضاءه، لا اناره، لا غرف تغيير الملابس، دين تاع غرف تغيير الملابس، لا مسخون، لا عفاكم الله مراحيض في المستوى. علاش؟ احنا تشوف كل سمانه. صح، صور جميله تجعلنا نشهر البطاقه الحمراء لمن يريد ان نبقى دائما في الحضيض. نريد ان نصعد، وخليوا المستوى يزيد يصعد. خلينا من خلينا من السوسيال هذا، على الاقل نطلعوا المستوى. ولكن انا نغير على بلادي لما نشوف صور مثل هذه، وراح نزيدوا نشوفوا صور. أنا نحكم على المغرب والجزائر. باهي محمد، هل ستكون أفضل نسخة لكأس أفريقيا الأمم كما قال وكما وعد فوزي لكجع؟ نعرف أنه الترافو ما يقفوش توا حاليا في المغرب اللي تهدف إلى العالمية وتهدف أيضا للفوز بلقب مونديال في صنف من أصناف المنتخبات اللي تشرف عليها الجامعة الملكية المغربية. هذا وارد، هذا ينجم يصير فوز لقب المونديال وتنظيم أفضل نسخة من كأس أفريقيا الأمم. شوف الديكلاراسيون هذه مين؟ شوف أنت كي تشوف تنظيم كأس افريقيا وكأس العالم في سنة 5 سنين، اي شوف في يعني متتالي، يعني في متتاليين، يعني في بلاد واحدة. تعرف اللي الناس هذه عندها رؤية وعندها استراتيجية وقادمة ومحضرة امورها على اكمل وجه. وكي نقولوا لقجع نقولوا يعني نقولوا مسؤول عنده من النضج حاليا، اللي كل كلمة يقولها تخليه نقولوا يقولها في محلها. يعني عنده يعرف يقول، لانه عنده وراه الاراده السياسيه، نقولوا الاراده الملكيه، وعنده الرؤيه الاستباقيه ايضا، يعرف شنو باش يصير، عنده الضوء الاخضر من اراده سياسيه كبيره، وعنده الفافار باش يعمل اي حاجه من شانها باش تنجح التظاهر في نظمه وتنجح المغرب سورتو اعلاميا في قدام العالم. وعنده تقريبا 300 عامل، 300 بيرسون راح يعملوا، لانه الملعب فيه الكثير من المرافق، قاعه للحفلات، محلات، تقريبا يعني الكثير من المرافق التي يصعب لشخص واحد او ل10 اشخاص او ل100 شخص ان يسيروها. باسكو لازم ان جروند اونتربريز اللي باش تنجم تسير ملعب كيما هذايا فيه العجب لداخل، وهذه ماشي 40 واحد يسيروا ولا 50، انا 40 واحد يسيروا بتات توسكيل تيرا وفيزيار، ولكن كاين كثير من بيوصاير مرافق. نعم، وهذه انا سوي تري كونتون. ما تراش انه عندنا ممكن مسؤول على الساحه الرياضيه هكا التونسيه؟ لا تو نجموا نحضروه ونردوه مثلا حاجه تشبه شويه فوزي لكجع. ما هي خدمه هي حاليا يعني دور رجعك نفس الموضوع. واحد عنده الامكانيات، راك انت المسؤول هذا. والله واحد عنده الامكانيات نسال معناها هنا والله بكل فضول، معنا حتى حد ينجم يكون هكا شويه من فوزي لكجع، شويه من فوزي لكجع.